الجو فجأة سقع كده وتلج ومطر، قلت يا بت قومي قومي وخليكي مختلفة كده، مش كل ما الجو يسقع تقولي ما بدهاش هعمل عدس، لأ. قلت اقوم ادفي البيت واشغل الفرن والم بواقي التلاجة بالمرة، ولا من شاف ولا من دري، واعمل بيتزا في البيت ايطالي، مش مكلفة ابدا، موفرة جدا، خطيرة يا جماعة. بصي طرية وهشة ورفيعة قوي زي ما انتم شايفين، تحفة. ولادك هيحبوها ويحسوا انك عملتي مجهود كبير، وهي سهلة وبسيطة، وبالمرة ندفي البيت كده بالفرن ونفرح ولادنا. تعالوا سموا الله وصلوا على رسوله، تعالوا اعرفوا عملناها ازاي، بس اوعي تنسي اللايك والشير، وكمان اوعي تنسي تتابعيني. اول حاجة انا هعمل يعني في حدود 3 كوبايات من الدقيق، اعملي الكمية اللي تناسبك. هديهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وممكن قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل، رشة من البيكنج باودر. كمان هبتدي اضيف معلقتين 2 من السكر. تمام. هضيف كمان انا هستخدم حليب بودر، انا ضفت الاول رشة ملح، هستخدم حليب بودر لو متوفر عندك تمام، مش متوفر خلاص مفيش اي مشكلة، ممكن ما تضيفوش خالص، هو بيدي للعجينة هشاشة اكتر وخفة اكتر، فلو موجود تمام. حط 3 معالق من الحليب البودر، دي كل مقادير البيتزا. البيتزا من المعجنات السهلة اللي هي رشة ملح وشوية سكر وخميرة ودقيق، وخلصت على كده. اقل من ربع كوباية زيت ل3 كوبايات دقيق. حطيتهم في العجان، قلبت الاول الزيت مع الدقيق، وبعدين ابتديت انزل بالميه الدافيه لحد ما يتعجنوا مع بعض كويس. ولا بتاخد بيض يا جماعه ولا كل الكلام ده، هي بس كده زيت ودقيق ملح وسكر والخميره. حليب البودر دي تركايه كده من عندي، بتخلي العجينه الصراحه خفيفه قوي. هعجنها لحد ما تتعجن كويس جدا وتبقى ناعمه وطريه وكلها حنيه وخفيفه وملساء كده، ما فيهاش اي تموجات. جبت هنا بولة وحطيت لها نقطة من الزيت، وهبتدي احط العجينة بتاعتي واغطي عليها لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. طبعا الجو ساقع فبتاخد وقت شويتين، يعني ممكن من 40 دقيقة لحد ساعة. لو الجو ساقع قوي يعني في اليوم ده كده ممكن اقل من كده لو الجو مدفي. خلاص، وممكن انت تحطيها كده تدفي الفرن وتطفيه وتروحي حطها فيه، مش هتاخد ربع ساعة على بعضيها وتكون خمرت معاكي لو انت مستعجلة. بعد ما خمرت اديتها بوكسين حلوين وخرجت اي هوا منها. وبعدين هجيب الصواني بتاعتي. كل واحد من ولادي ليه ذوق كده في الاكل، يعني بص ذوق يشل. اللي يقولك ما تحطليش قوطه، واللي يقولك ما تحطليش زيتون، طب ما بلاش بيتزا خالص. يعني انا مش عارفه، واللي يقولك ما تحطليش لحم، واللي يقول ما تحطيش فراخ. لما ايه يعني حاجه، يلا مش مشكله خليها علينا. دهنت الصينيه نقطه من الزيت، وابتديت اجيب العجينه بقى كده واحطها في الصينيه، وفردي فريدي فريدي واديله ادي كده لحد ما تتفرد معاكي كويس جدا وتبقى سمكها رقيق. خلاص بالشكل اللي انت شايفاه ده، والتصلين الصغيرين كمان عشان محدش يزعل. بالشكل ده. عندي هنا صلصة مكرونة كانت بايتة في التلاجة بقى. بصي اي حاجة عندك في التلاجة طلعيها، مش هتقول لا، ولا من شاف ولا من دري ولا حد هياخد باله ابدا. صلصة مكرونة، رشة توم باودر عليها، رشة زعتر، بقت صلصة بيتزا، ولا اي حد حس بحاجة. افرديها كويس جدا على عجينة البيتزا، وبالذات الاطراف عشان لما تخش الفرن تحمر وتبقى حلو. هحط شرايح قوطة وشرايح فلفل زيتون، كل واحد ومزاجه وذوقه، وسبايسي ورومي عادي، يعني بصوا زي ما تحبي. البيتزا دي كل واحد وليه ذوق فيها. وكمان ممكن تعمليها خضار بس، ممكن تعمليها ميكس جبن، ممكن تعمليها باللحوم اللي تحبيها، بالتونة، بأي حاجة. كل واحد وذوقه، واللي موجود عندك حطيه، ما تشغليش بالك يعني. خلاص حطيت بقى كل الخضار بالشكل ده، ودي كمان الزيتون الحلقات. تمام زي الفل. طيب، كان عندي برضو في التلاجة بواقي من الفراخ، طلعتها مفيش اي مشكلة. دي الاول بشر جبنة رومي، الاطراف بتاعت الجبنه الرومي كده بعينها وارجع احطها على البيتزا. خلاص تديها طعم حلو قوي قوي قوي. دي بنحطها بشكل مبدئي قبل الموتزاريلا وقبل اي حاجه، بتضيف طعم تاني. وجربي الحته دي هتشوفي بنفسك الفرق. بواقي فراخ بقى ممكن تعمليها بريدنج كده وتروحي رشاها على وش الفراخ. يعني انت لو ما عندكيش بواقي فراخ بانيه او ستريبس، ممكن اي فراخ عندك قطعيها مكعبات واعملي لها انت القشره دي بالبيض والفيجيتار وحطيها، ولا هيشوفوا حاجه ولا هياخدوا بالهم من حاجه، عادي جدا. فابتديت احط بواقي الفراخ بالشكل اللي انت شايفاه ده على الصواني، وممكن اي نوع لحوم او من غير خالص زي ما تحبي. هدخلها الفرن خلاص لحد ما تاخد لون بسيط وتستوي من تحت. تمام. بعد ما استوت اهي البيتزا كده دخلت الفرن واستوت، والعجينه ابتدت تاخد لون بسيط من فوق واستوت من تحت، هبتدي بقى اضيف الجبنه الموتزاريلا. ما تضيفوهاش من الاول ابدا، هتنشف معاكي وهتفقد مطتها.
خلاص هتضيفيها اخر خطوه بعد ما البيتزا تستوي تماما. هتروحي حاطه الجبنه موتزاريلا، يا دوب تدخل الفرن دقيقه كده تسيح كده وتديها لون. لو انت حابه، مش حابه خلاص. انا بحب اديها لون بسيط خالص خالص خالص. دي كده اللي هي الطاسات الصغيره. مادام دهنتي الصينيه او الطاسه كويس جدا، هتطلعي البيتزا زي ما هوريكي بكل سهوله. بصي اهي طالعه قرص مظبوط سليم بكل سهوله. خلاص تعالوا بقى نشوف الصينيه الكبيره شكلها عامل ازاي ونقطعها مع بعض. هشه وطريه قوي يا جماعه، وطعمها لطيف وحلو قوي. انسي انك تجيبي من بره وما كلفتناش اي حاجه، والعجينه سهله زي ما شفتي معايا. انا عايزاكي تقومي تجربيها وتقولي رايك فيها ايه وايه اخبارها. كان نفسي اقول لكم نوع الجبنه اللي انا مستخدماه، بس ما عجبنيش قوي الصراحه، فما رضيتش اقول لكم عليه. خلاص ده نوع جديد انا جبته، لقيته في السوبر ماركت، فقلت جربي. لكن طعمها ما كانش احسن حاجه، مش ما حسيتش ان هي معموله باللبن، ما اعرفش ليه. فمش احسن حاجه، فيها مطه خفيفه ظريفه، مش ما فيهاش فيها مطه، لكن الطعم مش احسن حاجه. فخلاص انا مش حابه بقى اقول لكم عنها. بصي شكلها، بصي قد ايه شريحه البيتزا رفيعه. هتنسي تجيبيها من بره تاني. الصراحه ما كلفتنيش حاجه ابدا. جربوها بطريقتي وارجعوا قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. هستنى ارائكم. بحب جدا اتواصل معاكم. بحبكم جدا واشوفكم على خير وبالف هنا وشفا. الكل يجرب وصفاتي. بحبكم، سلام.